يحيى السنوار يبعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهذا ما جاء فيها. أرجو الاشتراك في قناة أخبار الجزائر اليوم ليصلك كل ما هو جديد. أعلنت المقاومة أن رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه، ثم نفيها الدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وقالت حركة المقاومة في بيان هو الثاني للسنوار منذ بداية الحرب على قطاع غزة إن رئيس الحركة بارك للرئيس تبون في رسالته تجديد ثقة الشعب الجزائري له لقيادة البلاد، راجيا من الله له التوفيق والإعانة لخدمة الجزائر وشعبها الأصيل، وجدد تثمينه للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية. أرجو الاشتراك في قناة أخبار الجزائر اليوم ليصلك كل ما هو جديد.